لاني حسيت ان انا تحت الصفر لما توفت امي مع زوجتي بس. رحمة الله عليها. الله يرحمه. شفت لما تحس انت عندك ظهر مسنود عليه فجأة ماكو شيء، هوا زين وهي تطيح على ظهرك والدنيا تدوس فيك كثر ما تقدر، فانت لازم تعاصر عاد انك ترد توقف مرة ثانية، ان انت مو متأثر، ان انت قوي، ان انت صلب. بس انت لما تقعد بينك وبين نفسك تبكي لانك فقدت اعز اثنين في حياتك. امي كانت الله يرحمها الصديق الصدوق لي، الصندوق الاسود. زوجتي كانت صديقتي الله يرحمها، مو زوجة، صديقة. يعني تخيل انت تسولف مع زوجتك عن مثلا انا رحت المكان الفلاني قابلت واحدة كذا، سولفت معها كذا، ضحكنا كذا، سوينا كذا. وين الان زوجة تتحمل زوجها يسولف هذه السالفة؟ فانا اقول لك الله يسامحك على السؤال بس. فاضي ابو عزيز، خلي فلوس، خلي كل شيء. شوف ساعات احنا ماشيين فيه، وانا عارف شخصيتك قويه، وانت رجل يعني بنيت بيت وعندك ما شاء الله 4 رجال الله يحفظهم، 5 عيالك، وفي زلم موجود ويانا في اللوكيشن الحين موجود حاليا، انا اعرفهم وعارف انت شلون تربي. بس تحت الصفر هذه حياه احنا نمر فيها كلنا، انا صح تحت بس يدفي وقت. يعني تخيل كني ما شبعت منهم. هو امر الله سبحانه وتعالى، قضاء الله سبحانه وتعالى، بالعكس ما في اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. بس قدرت تتخطى هذه المرحله بفضل من الله سبحانه وتعالى. يعني انا قعدت 3 اشهر يدق علي طارق يبين المسرحيه، ما قدرت اشتغل، قاعد بالبيت. بس تدري انا متى بكيت على امي؟ مو تتوقع ايش كثر، يعني ايش كثر يبي لك عشان تصدق صدمه ان امك توفت. امي كانت، انا بشرح لك شغله صغيره، امي كانت من النوع الله يرحمها اللي لو باليوم ما اكلمها 5-6 مرات تحس في شيء ناقص. الله اكبر. وينك؟ وين رحت؟ حط بالك، البس، تدفى، ترى مطر، ترى برد، فاهم قصدي شنو يعني؟ انت الى الان في عين امك طفل. الان امي صار لها 3 سنوات توفت. الان زوجتي صار لها 2 وشيء من توفت، لان بين الوالده الله يرحمها وزوجتي الله يرحمها 5 شهور و5 ايام، فطقتين يوك ورا بعض. ويوم توفى امي الله يرحمها كانت زوجتي بالسعوديه تعالج. فتخيل شلون توصل لها معلومه، كانت وحده تعالج بنت تليف رئه، شلون توصل لها معلومه ان امي توفت، وكانت زوجتي روحها في امي، لان زوجتي انا اخذتها يتيمه، امها وابوها متوفين، اخوانها بس، خواتها الله يعطيهم الصحه والعافيه. فكانت تنادي امي يمه. شلون بتوصل لها معلومه ان امي توفت؟ شلون قدرت؟ وهي متواعده معاها ان انا لما تجين انا استقبلك بالمطار وانت تكون انت مشينا على ريولك. شلون توصل لها ان امي توفت؟ تعال اشرح لي انت، قول لي شلون توصل. هذا عزيز وهذا عزيز، وهذا مريض وهذا كم مريض، شلون بتوصل؟ شنو القوه اللي عندك عشان توصل؟ تدري امي دقت علي شنو قالت لي الله يرحمها بذاك الوقت؟ امي توفت صح؟ شو ترد هنا؟ اعطيتها فتره صمت، الناس 3 ثواني، انا 5 دقائق صمت، سكيت التلفون بعدين دقيت عليها، تنقطع الخط وانا ساكت التلفون. شلون بتوصل المعلومه هذه؟ ها كانت زوجتي وبنتي اللي مربيتها امي. بنتي يدي تربت عندي بالبيت، قامت تنام عندي بالبيت عمرها 13-14 سنه. يعني تخيل كانت الوالده تدق علي عطني جيب جواز فاطمه، عمر خلاص ولد هذا جواز فاطمه، سافروا انت ما تدري اخذتها سافرت. فشلون توصل حق الثنتين ان امي الله يرحمها توفت، وهم مو يمك، لو يمك سهله مو صعبه، بس مسافرين برا وتعبانه، تليف رئه، اكسجين نازل، نفسيه ماكو، اكل ماكو، شرب ماكو. هذه الحين يمكن الفترة اللي أنت تكلمت فيها، طبعا الفترة الأسرية أو نقول المرحلة تحت الصفر. أنا ما قلت لك بعد متى بكيت على أمي عدل اللي قمت نواح. متى؟ بعد شهر صدقت أن أمي توفت 30 يوم. كنت مو مقتنع؟ لا مو مقتنع. أنا كنت أدق على التلفون وترد علي أختي، فأقول وين أمي؟ قلت إيش فيك؟ أقول خلاص نسيت يلا باي.